الراوتر التقسيط رجع من جديد. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في قناة مستر تك. أيوة فعلا الراوتر التقسيط رجع من جديد. النهاردة إن شاء الله هنعرف تفاصيل العرض ومميزاته وعيوبه، بس طبعا قبل أي حاجة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. تعال نشوف إيه هي بقى تفاصيل العرض ونعرف المميزات والعيوب. طبعا هو ده العرض بتاعنا. احصل على راوتر بريميوم أعلى سرعة وأكبر تغطية بأفضل سعر ب20 جنيه. تعالوا بقى نشوف التفاصيل. هنا طبعا جايب لك إمكانيات الراوتر. طبعا هو الراوتر ZTE H188A. تعالوا نشوف إيه هي بقى المميزات اللي في العرض. أول ميزة في العرض إن القسط بتاع الراوتر أو الإيجار بتاع الراوتر 20 جنيه، يعني حوالي 25 جنيه شامل الضريبة. يعني قسط بسيط بالنسبة لسعر الراوتر. يعني هتقدر تاخد راوتر ب 1700 جنيه وفي نفس الوقت هتدفع 20 جنيه وهتاخد المميزات الجميلة بتاعة ال 5 جيجا هرتز وسرعة الإنترنت اللي هتوصل معاك ل 200 ميجا. طيب إيه بقى العيوب؟ أول عيب معانا هو سعر الراوتر. سعر الراوتر ب 1700 جنيه بدل 1100 جنيه. زي ما كلنا عارفين إن الراوتر كان سعره في الفترة اللي فاتت 1100 جنيه، حاليا بقى 1700 جنيه. طيب ده طبعا يخلي العيب التاني موجود اللي هو فترة السداد. تاني حاجة فترة السداد. فترة السداد يا جماعة حوالي 7 سنين. يعني حضرتك هتقعد تدفع في ثمن الراوتر ده 7 سنين. يعني انت كده متقيد، ولا تعرف توقف خدمة ولا تعرف تغير من شركة لشركة لمدة ال7 سنين، وإلا هتدفع ثمن الراوتر كامل. يعني لو حبيت انك توقف او تفصل طبعا لازم تسدد ثمن الراوتر اللي عليك. الحاجة بقى التالتة، ودي حاجة صعبة جدا، لو الراوتر حصل فيه أي مشكلة. لو الراوتر حصل فيه أي مشكلة حضرتك طبعا هتشتري راوتر جديد. ما ينفعش تاخد راوتر إيجار تاني. يعني ما ينفعش تاخد راوتر تاني وتدفع قسط تاني أو إيجار تاني 20 جنيه تاني. هو راوتر واحد بس اللي بتاخده. حصل فيه مشكلة خلاص الراوتر ده بتاعك. في ناس بتقول إن في طبعا فترة ضمان. فترة ضمان بتكون في الأغلب سنة. بعد السنة حصل حاجة حضرتك بتدفع تمن الراوتر. يعني حضرتك بتشتري راوتر جديد وبتسدد التمن ده عادي، سواء بقى انك تكيشه او تدفع 20 جنيه زي ما بتدفع. المهم انك هتفضل تدفع ال 20 جنيه ديت وهتدفع تمن الراوتر الجديد اللي انت هتجيبه اللي هما طبعا 1700 جنيه. طيب كده بقى يا ترى الناس تجيب الراوتر ده ولا لا؟ هو طبعا الاختيار لحضرتك في الاول والاخر، حضرتك اللي بتقرر. احنا بنقول لحضرتك المميزات، بنقول لحضرتك العيوب، بنقول لحضرتك الحاجات المتاحة، وحضرتك اللي بتقرر في الاول والاخر اذا كنت تجيب راوتر زي ده او لا. في ناس مثلا بتقول لا انا اجيب راوتر الشركة، وفي ناس تانية تقول لا اجيب راوتر من بره الشركة. فاللي بيقول لي هجيب راوتر من بره الشركة طبعا بيقول لك الراوتر هيكون متاح لجميع الشركات، بحيث ان انا حبيت انتقل من شركة لشركة هيبقى مفيش مشكلة، هتبقى سهل ومش هبقى متقيد بقسط راوتر او كده. في ناس كده بتحب انها تتنقل من شركة لشركة لحد ما تشوف الشركة المناسبة ليها. وفي ناس تانية بقى ليها رأي تاني خالص ان هي تجيب راوتر مستعمل. راوتر مستعمل من بره الشركة بحيث ان انا ما بقاش متقيد بقسط للشركة، وفي نفس الوقت يكون الراوتر كويس وسعره في متناول الإيد. وكمان يا جماعة بيني وبينك يعني هي راوتر VDSL زي راوتر سوبر فيكتور، الاتنين كده كده انت حضرتك مش هتشتغل على اكتر من 30 ميجا. هو طبعا زي ما احنا عارفين ان الراوتر VDSL تبقى اقصى سرعة فيه 100 ميجا. الراوتر السوبر فيكتور ممكن يوصل لل 200 ميجا، ولكن انت كده كده سرعتك 30 ميجا. الراوتر الفي دي اس ال العادي يكفي الغرض، الا اذا كنت حضرتك محتاج الميزه ال 5 جيجا هرتز. طبعا ده حاجه تانية، ده كده لازم سوبر فيكتور. اما بقى في ناس تانية لها راي تاني خالص وهو الاي دي اس ال. في ناس تانية بقى محتاجه انها توفر في الطاقه بتاعتها، ولا عايزه سوبر فيكتور وتدفع اقساط،
ولا عايزة VDSL عادي، ولا تجيب راوتر من بره الشركة ب1000 وشوية. لا، في ناس تانية بتفكر في تفكير تاني خالص، إنها توفر في الباقة بتاعتها بأكبر قدر ممكن. وده طبعا بيكون من خلال الراوتر ال EDSL. الراوتر ال EDSL طبعا بيكون سعره رخيص. طبعا ده راوتر مستعمل، صعب جدا انك تلاقي راوتر جديد EDSL. راوتر ال EDSL بيكون راوتر مستعمل، يعني سعره رخيص، يعني موفر معاك في الباقة. وطبعا زي ما قلنا في الأول، الاختيار أولا وأخيرا للعميل. حضرتك اللي بتحدد تجيب راوتر إيه، تجيب راوتر بكام، تجيبه قسط، تجيبه كاش، براحتك. احنا بنقول لحضرتك المميزات والحاجات اللي موجودة والعروض اللي موجودة. وبصراحة هو العرض جميل جدا، ده 20 جنيه في الشهر. ولكن برضو الرأي، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. طبعا لو عجب حضرتك الحلقة ما تنساش تضغط لايك، ولو لسه ما اشتركتش في الصفحة اشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد من قناة مستر تك. وأي سؤال أو استفسار سيبهولي في التعليقات أسفل الفيديو، وبحاول أرد على حضراتكم في أقرب وقت ممكن. وشكرا على حسن متابعتكم.